حياتك مرونه وكتحس براسك موضر وما عرفتيش منين تبدا. في هذا الفيديو هذا لقينا لك الحل. السلام عليكم، انا احسان، واليوم غادي نهضروا على 3 الحوايج مهمين كيخليو اثر كبير بزاف على حياتك اليوميه. هاد الحوايج تقدر تشوفهم بساطين وما غاديش يشكلوا فرق، ولكن في الحقيقه هما الاساس ديال اي حياه منظمه. هاد الحوايج هادو غادي يخليو نهارك اكثر انتاجيه واكثر سعاده وكيزيدوا من التركيز ديالك. خليكم معنا باش نكتشفوا خطوه بخطوه. اول عاده واهم وحده وهي تنظيم الصباح ديالك. كاملين كنعرفوا ان نهارنا كيبدا بالصباح، والا بديتي الصباح مزيان صحي فنهارك كامل غادي يدوز صحي، والا بديتي نهار ما مزيانش فكون اكيد ان النهار ديالك كامل غادي تضرب في الزيرو. مثلا الا انت كنتي واحد الانسان تيفيق حتى ل 11 وكيجلس يسكرولي في التليفون على خاطرو كيفطر على خاطرو، فانت اكيد نهارك غادي يكون مخربق وما غتكون فيه حتى شي انتاجيه، وغادي تحس براسك متوتر وما مرتاحش لان انت فتره ديال الصباح سكيبيتيها من حياتك. فالصباح ما كانش عندك كاع فهاد النهار، بقات ليك غير العشيه، والعشيه ميمكنش تحقق فيها شي حاجه او دير المهام ديالك العاديه وانت مرتاح. غادي دير كلشي مزروب وانت متوتر وخاصك تسالي دغيا وما كتغداش بكري وما كتعشاش بكري وما كتنعسش بكري، فبالتالي نهارك كيدوز كامل مرون. اما الا كنتي واحد الانسان منظم كتفيق بكري كتبدا نهارك بكري، كيدوز عندك الصباح ديالك مرتب بسيط، كيخلي دماغك صافي والمزاج ديالك مزيان وحتى الانتاجيه ديالك كتزيد. فهنا انت اللي كتختار واش بغيتي تبدا نهارك مزيان ولا تبداه بالطريقه العشوائيه. وباش تبدا واحد النهار مزيان انا غنعطيك واحد الخطوات بساطين، الا مشيتي عليهم اكيد نهارك غادي يتقاد. اول حاجه خاصك ديرها وهي تنعس بكري، وثاني حاجه هي تفيق في واحد الساعه محدده يوميا. مثلا الا قررتي انك غتفيق مع 8 خاصك تبقى تفيق يوميا مع 8، واخا تكون العطله واخا يكون السبت والحد، باش هكا الجسم ديالك كيتادابط مع هذيك الساعه. ثاني حاجه وهي فاش تفيق شرب واحد الكاس ديال الماء على الريق. الماء كينشط الجسم ديالك وكيجدد لك الطاقه ديالك. حاجه فاش تفيق ضروري خاصك تجمع الفراش ديالك. هاد الخطوه تقدر تبان لك بسيطه ولكن مهمه جدا، حيت اول حاجه كتنيس انت من داك الفراش ما غاديش ترجع ليه، وثاني حاجه كيعطيك واحد الشعور بالانجاز واخا هو صغير ولكن كتحس بواحد السعاده. ثالث خطوه وهي خاصك دير شي حاجه تاكلها ولا تشربها وتكون شويه صحيه وما تثقلش فيها. مثلا تقدر تاخذ كاس ديال اتاي او بيضه اولا قهوه هكا وشي حاجه ديال الديسير. المهم ما خاصكش تشبع بزاف في الفطور، حيت الا كليتي تقهمتي ما كتعيا وكتولي خاصك ترتاح من هذيك الماكله اللي كليتي. اخر خطوه غتساعدك على انك تنظم نهارك وهذه مهمه بزاف، داكشي علاش خليتها هي الاخرى، وهي تليفونك. عافاك التليفون ما تشديش من يلا تفيق. اول نص ساعه مورا الفياق خاصك ما تهزش فيها التليفون، دير شي حاجه كما قلت لك، نوض صلي غسل وجهك فطار، المهم التليفون بعد عليه في اول نص ساعه اولا الساعه الاولى ملي كتفيق. مورا ما قادينا صباحنا غندوزو ليطاب الثانيه، وهذه حتى هي مهمه يا صديقتي، وهي كتابه المهام اليوميه. تقدر تبان لك شي حاجه بازيك وماشي ضروريه، وان افكارك وداكشي اللي باغا ديريه الا خليتيه في دماغك ما غاديش ياثر، ولكن العكس صحيح. فاش كيبقاو الافكار ديالنا والمهام ديالنا اللي باغيين نديروهم غير كنفكروا فيهم، فالاقل اكيد كيتشتت وكيتلهم مع بزاف ديال الحوايج. فاحسن طريقه كتساعدك على انك تكوني اكثر انتاجيه وهي الكتابه. مثلا غادي تبداي تكتبي مثلا المهام اللي باغا ديري في هذاك النهار. وحاجه مهمه قبل ما ننسى خاصني نقولها لكم، ملي تبداو ما تبداوش كبار، بداو كتبوا غير داكشي المهام البساطين، داكشي الصغير، ما تكثروش على ريوسكم باش هكا ما تفشلوش. بحال مثلا غتكتبي انك باغا دير الرياضه مده 10 دقائق، غادي تطوي الماريو ديالك، غادي تقراي 4 صفحات من شي كتاب. المهم مهام يكونوا بساطين وعاديين باش هكا ما تفشلوش. ومورا ما غتبداي تنجزي هذوك المهام، فين ما كديري شي مهمه كتضربي عليها. وهادو يا اختي هاد الشطب اللي كتشطبي كيعطيك واحد الاحساس بالانجاز وواحد السعاده لا توصف، وغادي يحسوا بها غير الناس اللي مجربينها، وكتبقى اكبر حافز على انك تبقاي غادا في نفس الروتين. وعلى ذكر الروتين، الناس بزاف واخدين واحد الفكره خايبه على الروتين، على انه شي حاجه خايبه، واحد الاحساس ممل، ولكن العكس صحيح. دابا سا ديبون الروتين اللي عندك. الا كان عندك واحد الروتين ما كديري فيه حتى شي انجاز،
كتبقاي غير تسكرولي في السوشيال ميديا، كتفرجي غير في الافلام غير ناعسه، فاكيد هاد الروتين غيطلع لك في راسك. ولكن الا كان عندك واحد الروتين صحي، كتفيقي مثلا بكري، كتصلي، كتقراي الورد ديالك، عندك خدمتك كتخدميها، اولا عندك شي بروجي ديالك كتخدمي عليه، فالروتين في هذه الحاله هو صحي بزاف. يكون عندك روتين كدوزي نهار مزيان، ماشي غير مفيقه على الله ما عارفاش راسك شنو باغا ديري. فالنصيحه اللي غنقدم لك من هذا الفيديو هذا وهو انك حاولي تصنعي واحد الروتين يكون صحي وبداي كديريه يوميا بشكل يومي، اكيد غادي يفرق في حياتك. اخر حاجه غادي تعاونك وهي انك تبداي تعطي 5 دقائق لراسك قبل ما تنسي. 5 دقائق بينك وبين راسك تفكري فيها، اكيد التفكير يكون ايجابي، باش ان شاء الله الغد لي كتبداي بواحد نهارك بواحد الانرجي اللي غتساعدك في هذاك النهار انه يكون اكثر انتاجيه. ف5 دقائق غادي تعطيها لراسك، تجلسي في فراشك وتبقاي تفكري انت وراسك، اكيد كما قلت لكم بطريقه ايجابيه، شنو باغا ديري الغد لي، شنو هما المهام اللي غديري في داك النهار، شنو هما لي زيتاب اللي غادي تتبعي باش ان شاء الله غيوصلوك داكشي اللي كتمناي. كوني اكيده انك الا تبعتي هاد الخطوات اللي عطيتك في هاد الفيديو هذا غادي يتبدل لك النهار ديالك، وغتبدل الطريقه اللي كتعيشي بها الايام ديالك، وغيكون عندهم واحد الاثر كبير وفعال في حياتك. فبهذا الشيء كنكون وصلنا لاخر الفيديو. ديري لايك وسبسكرايب الا كنتي باقا مشتركاش في القناه، ونتلاقاو في فيديو جاي.